الموظف يا صديقي لما بيجتهد ويشتغل على نفسه بيترقى ويبقى مدير، ولما الجرافيك ديزاينر بيجتهد ويشتغل على نفسه بيبقى براند ديزاينر اللي هي مصمم الهوية البصرية والشعارات. لأن البراند ديزاينر هو مصمم متكامل، لأن البراند ديزاينر هو بيتعرض لجميع أنواع التصميم، من تصميم الشعارات والسوشيال ميديا والمطبوعات والباكجينج والموك اب وهكذا. عشان انا بصنع هويه للبراند فلازم اعمل هويه لكل تصميمات البراند. في مجال تصميم الهويه البصريه والشعارات هو من امتع مجالات الجرافيك، واللي انت بتحس من خلاله اللي انت بتقدر تعمل حاجه غيرك ما يقدرش يعملها. ممكن اي حد يعمل تصميم سوشيال ميديا، بس مش اي حد يعرف يعمل شعار. عشان كده المجال ده الاجر فيه عالي جدا، عشان عدد الناس المميزه اللي فيه مش كتير. عشان كده دي فرصتك انك تدخل المجال ده وتتميز فيه. وعشان كده انا عملت لك كورس تصميم الهوية البصرية والشعارات على كانفا. هعلمك فيه طرق تصميم الشعارات المختلفة على كانفا، وطبعا هنتعلم الادوات المختلفة لتصميم الشعارات وازاي نبني هوية بصرية متكاملة من الالف للياء، والاهم انها تكون بقواعد تصميميه صحيحه. وفي الفيديو ده انا عامل لك ورشه مجانيه بعرفك فيها مراحل تصميم الشعارات على كانفا. هعرفك ازاي تحلل البريف وتطلع منه فكره اللوجو، وازاي تنفذه على كانفا خطوه بخطوه، وايه الادوات المختلفه اللي احنا بنستخدمها على كانفا عشان نصمم الشعار. ولو عاوز تشترك في كورس تصميم الهوية البصرية والشعارات على كانفا تقدر تتواصل معايا على الواتساب أو من خلال المنصة مباشر لو معاك فيزا كارد أو ماستر كارد. وطبعا هتلاقي رقم الواتساب ورابط المنصة في أول تعليق. فصلي على النبي، يلا بينا نبدأ. تصميم الهوية البصرية أو تصميم الشعارات مش مجرد إحنا بنصمم شعار وخلاص، لا، الشعار بتاعنا فكرته بتكون مبنية على عناصر كتير. فتعالوا مع بعض نعرف إزاي بنفكر في فكرة اللوجو، وإزاي نصمم اللوجو على كانفا، وإيه الأدوات اللي إحنا بنستخدمها على كانفا عشان نصمم اللوجو بتاعنا. هنضغط على إنشاء، وبعد كده على حجم مخصص، وندخل المقاسات اللي أنا هشتغل عليها. أنا هشتغل على المقاس المربع اللي هو 2000 في 2000 بكسل، وبعد كده هنضغط على ابتكار تصميم جديد. هيفتح لنا واجهة العمل بالشكل ده كده. أول مرحلة اللي هي إحنا بنكتب اسم اللوجو بتاعنا، الاسم اللي إحنا هنشتغل عليه. فأنا هضغط كده بالشكل ده كده وأروح على النص ونضغط على إضافة نص، ونكتب اسم اللوجو اللي إحنا هنشتغل عليه. اسمه نو ماكس. البراند ده لجيم، يعني براند رياضي لجيم. فاحنا دلوقتي عاوزين نطلع من الاسم ده بعض العناصر عشان نبني عليها فكرة اللوجو بتاعنا. أول حاجة هتطلعها من اسم البراند عندك هو الحرف الأولاني من الاسم، وده بيكون اوبشن أولاني أو خيار أول في بناء أو تصميم اللوجو بتاعنا. هعمل تكرار للكلمة بالشكل ده كده، وأخلي بس حرف ال N بالشكل ده. يبقى دلوقتي أنا أول حاجة عندي هي حرف ال N. ايه العناصر اللي بتيجي في دماغك اول ما تقول جيم؟ فبكل بساطة اول حاجة بتيجي في دماغي اللي هي الدمبل اللي احنا بنلعب بيها في الجيم. فبكل بساطة هروح على العناصر بالشكل ده كده واكتب دمبل. هجيب لي صور للدمبل زي ما احنا شايفين. ممكن تروح على الايقونات هنا او تصاميم الجرافيك بالشكل ده كده وتشوف شكل دمبل وتبدأ تشتغل عليه. يعني مثلا الشكل ده جميل جدا، ممكن اشتغل على الشكل ده او ممكن اشتغل على الشكل ده. فخلينا نضيف الشكل ده هنا كده للعناصر بتاعتنا. جميل جدا جدا. يعني احنا لو جبنا شكل الدمبل الاساسي اللي هو هيكون ده شكل الدمبل الاساسي. فخلي الاتنين دول ينزلوا تحت هنا بالشكل ده كده. ممكن اطلع ايه تاني؟ ممكن اطلع مثلا اللي هو الشكل ده. يبقى احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا بنطلع العناصر المرتبطة باسم البراند بتاعنا من حيث الاسم ومن حيث المجال بتاع البراند. ده اول خطوة احنا بنعملها. دلوقتي بقى اول خيار عندنا احنا عاوزين نربط حرف ال N ده، تمام، بالاشكال ديت. يعني انا عاوز اربط حرف ال N ده يعني مع الشكل ده مع الشكل ده مع الشكل ده ايا يكن، او اربط الشكل ده مع الشكل حرف ال N. طيب خلينا نمسح باقي العناصر عشان ما يعملش زحمه عندي. خلينا ناخد الشكل ده كده ونحاول نربط حرف ال N بالشكل ده. زي ما انت شايف انا لو حطيت الشكل ده في النص هنا كده بالشكل ده كده طلع عندي شكل جميل جدا، تمام. طيب يعني لايق على الدمبل بتاعي او الشكل بتاعي. طبعا ده مش الشكل النهائي اللي انا هاخده يعني، تمام. انا دلوقتي بفكر معاك اكني لسه بفكر في فكرة اللوجو. يعني مثلا انا لو حطيت اللوجو بتاعي او حرف ال N بتاعي بالشكل ده كده،
وبدأت بقى أروح على الأدوات وأجيب أداة الفرشة اللي هي أداة الرسم بالشكل ده كده، وأختار أي فرشة مثلا وليكن الفرشة ديت، وأختار أي لون وليكن اللون الأزرق، ولا خلينا مثلا نختار اللون الأحمر عشان يبان معانا. وتبدأ بقى إيه تكون الشكل اللي إحنا المفروض نعمله. طيب خلينا هنا كده نعمل يعني نمشي على الشكل ده كده ونرسم تحت هنا الشكل أو التصور العام أو الخريطة الذهنية اللي إحنا هنمشي عليها. الدمبل هنا بيتكون من 3 مراحل أو 3 أوزان، فمثلا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أعمل اللي هو وزن بيكون بالشكل ده كده، وبعديه وزن بالشكل ده كده، وبعديه يجي حرف ال N يكون أكبر بالشكل ده كده. طبعًا هنا في تدرُّج زي ما إحنا شايفين في تدرُّج في الأوزان، ففي تدرُّج برضه هنا في الأحجام، ده أكبر من ده وده أكبر من ده، حتى في الطول. بعد كده هاكرّر العملية دي الناحية التانية، يعني هيكون برضه بالمثل الناحية التانية هنا كده، وهيكون هنا كده، تمام؟ فده الشكل اللي أنا عاوز أوصل له أو عاوز أربط بيه الدمبل بالشكل ده كده، تمام؟ فعشان يدّيني حرف الN. طبعًا ده مش الشكل النهائي، أنا بارسم بس حاجة كروكي كده في ذهني، أنا في ذهني أنا متصور حاجة تانية، تمام، بس أنا دي خريطة ذهنية للفكرة بتاعتي، تمام. تعالَ بقى ننفذ الفكرة بتاعتنا واحدة واحدة كده مع بعض. هاروح على أداة العناصر، هانزّل الاسم ده لتحت وأخلّي حرف الN ده على جنب، وأجيب الشكل بتاعي بالشكل ده كده، وطبعًا هاكبّره شوية بالشكل ده كده عشان يكون ظاهر معايا. جميل جدًا. دلوقتي إحنا عرفنا إزاي نفكّر في فكرة اللوجو وطلّعنا فكرة اللوجو، وتعالَ بقى نبدأ في التنفيذ فكرة اللوجو. أول حاجة خلّينا نرسم العناصر المتدرجة بتاعتنا. فعشان نرسم العناصر ديّة فأنا هاعمل إيه، هاروح هنا على العناصر، على أداة الأشكال بالشكل ده كده، وأختار اللي هو شكل المربع بالشكل ده كده، تمام جدًا. هابدأ بقى أجيب الshape بتاعي وأخلّيه على قد الشكل بتاعي بالشكل ده كده، فده كده هيكون الreference بتاعنا أو المقاس اللي إحنا هنمشي عليه طول اللوجو. في قاعدة في تصميم الشعارات مهمة جدًا، اللي هو الكتلة لازم تساوي الكتلة أو الفراغ يساوي الفراغ أو الكتلة تساوي الفراغ. فتعالَ نشوف هنطبّق النظرية دي إزاي أو نطبّق القانون ده إزاي. أنا هاخد عينة من ده أعمله تكرار بالشكل ده كده وأخلّيه فوق. ده الreference بتاعي اللي أنا هامشي عليه في تصميم اللوجو. وبرضه وأنت بتصمم هتشوف العناصر بتاعتك عاوزها منحنية والّا عاوزها زاوية قايمة والّا عاوز شكل الshape بتاعك يكون عامل إزاي. دلوقتي أنا عاوز أخلّي الحواف من برّه منحنية ومن جوّه زاوية قايمة، فأنا هاعملها إزاي؟ فأنا هاروح على الزاوية بالشكل ده كده وأضغط عليها، وبعدين ضبط دوران الزاوية اللي هو هيكون بالشكل ده كده، عشان أعمل دوران للزاوية الخارجية بالشكل ده كده، وليكن زي ما إحنا شايفين يا شباب بالشكل ده كده. دلوقتي أنا عاوز أخلّي الحواف الداخلية مش منحنية، عاوزها زاوية قايمة، وعاوز بس أخلّي الحواف الخارجية هي اللي منحنية. فبكل بساطة هاخد النسخة اللي أنا عملتها ديّة وآخد منها نسخة تانية، هاضغط على Alt من الكيبورد أو أضغط عليها كده وأعمل لها تكرار، وآخدها وأحطها على نفس الشكل بتاعي بالشكل ده كده، وأخلّيها مطابقة عليها بالضبط، وآجي هنا على الجهة ديّة وآخدها من هنا كده وأدخّلها لجوّه، لغاية ما أوصل للمنتصف بالشكل ده كده. دلوقتي أنا خلّيت الجزء الداخلي هو عمودي أو حاد، والجزء الخارجي عملت الحواف منحنية. فبكل بساطة دلوقتي هاروح على الوضع وأروح على الطبقات، وبعدين هاحدد الطبقتين دول مع بعض بالشكل ده كده وأعمل لهم تجميع. دلوقتي أنا خلّيت الطبقتين دول عبارة عن طبقة واحدة زي ما إحنا شايفين بالشكل ده كده، هارجّعها مكانها تاني. دلوقتي أنا حددت الكتلة بتاعتي أو حددت شكل الكتلة بتاعي أو حجم الكتلة بتاعي. دلوقتي أنا عاوز أحدد برضه حجم الفراغ بتاعي، فأنا هاخد الشكل ده كده وآخد منه نسخة وأروح أحطه في ريح الشكل اللي أنا عملته ويكون مطابق ليه زي ما إحنا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده هاكرر الشكل ده تاني، أعمله تكرار وآخده الجهة التانية بالشكل ده كده. يبقى دلوقتي ده مكانه الطبيعي، يبقى ده الشكل ده مكانه الطبيعي زي ما إحنا شايفين بالشكل ده كده. ممكن ما اخليش الكتلة قد الفراغ، يعني ممكن أخلي الكتلة يعني نص الفراغ، ربع الفراغ، ما فيش أي مشكلة، تمام؟ فأنا ممكن دلوقتي أقلل الفراغ، يعني مثلًا أنا لو محتاج أقلل الفراغ ممكن أقلله بالشكل ده كده، مثلًا وليكن بالشكل ده، وأخلّي الكتلة اللي بعد كده تبدأ من هنا، وليكن بالشكل ده كده، وأعمل تكرار للشكل ده كده وآخده هنا كده. يبقى ده إيه؟ يبقى ده الreference بتاع الفراغ وده الreference بتاع الكتلة.
جميل جدا. همسح الشكل ده كده خلاص انا مش محتاجه. دلوقتي هعمل تكرار للريفرنس ده واخده هنا كده، وبعدين هعمل له دوران عمودي بالشكل ده كده، واخده واحطه هنا، وبعدين هكبر الشكل ده كده لغايه ما يوصل لنهايه المسافه ديت عشان احدد المسافه فوق وتحت. هاخد الريفرنس بتاعي واحركه تحت لحد ما يوصل لنهايه العمود ده، وبعدين هروح على الشيب التاني بتاعي وانزله لتحت بالشكل ده كده عشان المسافه اللي فوق تكون قد المسافه اللي تحت، والمسافه الفراغ ده تكون قد مسافه الفراغ ده. لازم الفراغات كلها تكون متساويه عشان اللوجو بتاعك يطلع شكله حلو في النهايه. دلوقتي المفروض اخد دول الاتنين واحركهم الجهه التانيه. تمام جدا. فدلوقتي احدد الاتنين دول وبعدين احددهم بالشكل ده كده، وبعدين اعمل تكرار واخدهم الجهة التانية. هطبقهم الاول على بعض بالشكل ده كده، وبعدين اضغط على شيفت واسحبهم الجهة التانية. دلوقتي انا محتاج اخلي الدوران ده او الشكل الدائري ده في الخارج مش في الداخل زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، فمحتاج اعكس الدوران. بكل بساطة هروح هنا كده وبعدين هضغط على تفكيك العناصر، وبعدين احرك العنصر ده من هنا لهنا بالشكل ده كده. هاخد الشكل ده ريفرنس الناحية التانية، هعمله تكرار برضو بالشكل ده كده، واخده هنا ريفرنس بالشكل ده كده. طبعا هو هنا قد هنا بالظبط فمظبوط جدا. برضو نفس الكلام هروح على العنصر ده واعمله تفكيك، وبعدين اخد العنصر ده واحركه الجهة التانية كده. انا خليت الشكل العمودي الجهة التانية، وخليت الشكل ده برضو الجهة التانية، وخليت الدوران للخارج زي هنا الدوران للخارج. همسح بقى العنصر ده مش محتاجه، وهمسح برضو العنصر ده انا مش محتاجه اللي هو العنصر ده. بعد كده هعمل تجميع للعناصر تاني، هعمل تجميع للعنصر ده وبعدين ابدا احركه الجهة التانية. تمام. عشان احركه الجهة التانية لازم اخد نفس مسافة الفراغ اللي هنا، فهاخد ريفرنس اللي هو الريفرنس ده هعمل له تكرار واخده الجهة التانية بالشكل ده كده. بعد كده هحرك العنصر ده الجهة التانية، هعمله تحريك الجهة التانية بالشكل ده كده، وبكده انا مش محتاج الريفرنس ده همسحه. بس كده يبقى المسافة هنا قد المسافة هنا، والمسافة هنا قد المسافة هنا. جميل جدا. همسح ده وبعدين برضو هجمع العناصر دي مع بعضها، هعمل لها تجميع بالشكل ده كده. طيب هقرب المسافات من بعضها بالشكل ده كده، بالشكل ده كده عشان الشكل يظهر معايا بس. طيب دلوقتي انا محتاج اضيف ايه؟ محتاج اضيف حرف الان اللي هو ده، هحتاج اضيفه في المنتصف بالشكل ده كده، بس محتاج اكبره عشان المفروض هنا التدرج ماشي ازاي؟ يعني ده صغير ده كبير المفروض ده يكون اكبر، وهكذا ده صغير ده كبير ده المفروض يكون اكبر، فانا كبرته بالشكل ده كده. بس شكل حرف الان هنا طبعا مش مناسب او مش متناسق مع الاشكال اللي هنا. الاشكال اللي هنا فيها انحناءات، فانا عاوز برضو حرف الان فيه انحناءات، فبكل بساطه هضغط عليه مرتين بالشكل ده كده واحدد حرف الان، واختار خط يكون مناسب للشكل بتاعي. هروح على نوع الخطوط واضغط عليها كده واختار خط يكون مناسب. هتبحث هنا في البحث عن خط اسمه موداك، طبعا انت بتدور لحد ما توصل لنوع الخط، فانا دورت لغايه ما وصلت لنوع الخط ده هو مناسب لفكره اللوجو بتاعي، واخد نفس الانحناءات زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. فبكل بساطه احنا بنكبره. انا دلوقتي هظبط المسافات برضو، هاخد الريفرنس بتاعنا اللي هو ده واخليه هنا كده. جميل جدا. دلوقتي هحدد العناصر دي كلها واعمل لها ازاحه ناحيه الشمال بالشكل ده كده لحد ما اوصل لنهايه الريفرنس بتاعي. بعد كده هاخد الريفرنس ده الناحيه التانيه هنا كده، وبعدين احرك برضو العنصرين دول جهة الشمال بالشكل ده كده لحد ما اخد المسافة بتاعتي اللي هي نهاية الريفرنس ده. بعد كده هعمل دوران للريفرنس ده هنا كده عشان اظبط الاطوال، واخلي الريفرنس بتاعي هنا كده بالشكل ده لحرف الان، لاول حرف الان بالشكل ده كده، وبعدين اقيس عليه الريفرنس التاني. هنعرف ازاي دلوقتي مع بعض. بالشكل ده كده هحدد جميع العناصر بتاعتي، هضغط على الشيفت واحدد العناصر بتاعتي بالشكل ده كده. وبعد كده هعمل ايه؟ وبعد كده هنزل لاخر الريفرنس بتاعي اللي هو ده، وهنا نفس الكلام هطلع لاخر الريفرنس بتاعي. همسح بقى الريفرنس ده مش محتاجه كده. انا عندي المسافات كلها متساويه.
الفراغ بيساوي الفراغ والكتلة بتساوي الكتلة والأطوال بتساوي الأطوال. دلوقتي أنا عاوز أعمل انحناء زي الحاجة اللي بتمسك بيها الدمبل كده، فأنا عاوز أمسكه من هنا ومن هنا. طب أعملها إزاي؟ عشان أعمل الحاجات المنحنية ديت مش هينفع الأشكال طبعا اللي هي في الشيب. طب أعملها إزاي يا شباب؟ بكل بساطة هنروح على التطبيقات ونروح على التطبيقات بالشكل ده كده، وتكتب هنا في البحث كومبو هيطلع لك التطبيق ده. هنضغط عليه بالشكل ده كده ونبدأ بقى نعمل المنحنى بتاعنا. المنحنى بتاعنا هيبقى مكون من ايه؟ المنحنى بتاعنا ده عشان نكونه انا اول حاجة بضيف مربع بالشكل ده كده، وبعد كده بضيف شكل الدايرة. بعد كده هحرك شكل الدايرة ده لفوق لحد النقطة اللي في المنتصف هنا تتساوى مع النقطة اللي في المنتصف فوق. بعد كده هعمل ايه؟ هروح لللاير هنا كده او الطبقات، هتلاقي عندك طبقة السيركل وطبقة السكوير اللي هي طبقة المربع وطبقة الايه؟ الدايرة. هضغط على كنترول واحدد الطبقتين. دلوقتي انا حددت الطبقتين، ظهرت معايا بعض الادوات هنا. طبعا الادوات دي موجودة في الالستريتور، طبعا بنستخدمها بشكل كبير جدا في تصميم اللوجوهات. وادوات الاستريتور على فكره موجوده هنا بس هتلاقيها يعني في بعض التطبيقات. وطبعا الادوات دي بناخدها في التفصيل في كورس تصميم الهوية البصريه على كانفا. انا لو ضغطت على سبستراكت هنا كده دلوقتي عمل لي قص للدايره هنا كده بالشكل ده كده على شكل مربع. فدلوقتي انا هضيفها وبعدين اكررها تاني في الشكل بتاعي. هضغط على اد ديزاين عشان تنضاف عندي بالشكل ده كده، وبعد كده اكبرها بالشكل ده، وبعدين أعمل لها تكرار وأعمل لها دوران. وأعمل لها دوران بالشكل ده كده. كده ادتني الانحناء اللي أنا عاوزه. هعمل تجميع للعنصر ده كده وأبدأ أصغره بالشكل ده وأحطه في الجزئية دي كده. هعمل تكرار للعنصر ده هنا كده واخده الجهة التانية. تعالى بقى نظبط الألوان. هنضغط على اللون هنا كده ونروح نظبط الألوان مع بعض بالشكل ده كده. مثلا خلينا نختار اللون، نضغط هنا كده ونختار مثلا اللون ده. وده مراحل تصميم اللوجو، ازاي فكرنا في الفكرة، ازاي جمعنا العناصر بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها في تكوين الفكرة وكل حاجة. ده طبعا أول مرحلة من مراحل تصميم الهوية البصرية. الهوية البصرية بتمر بمراحل كتير جدا جدا جدا. فانت لو حابب تشترك في كورس تصميم الهوية البصرية على كانفا تقدر تتواصل على الواتساب وتحجز كورس تصميم الهوية البصرية بخصم 50%، او من خلال المنصه. هتلاقي رابط المنصه في الوصف. لو معاك فيزا كارد او ماستر كارد تقدر تشتري الكورس من خلال المنصه مباشر. بس كده، في امان الله.